اهلا بيكم النهارده جايلكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض صينيه سمك كده. بصوا حاجه حلوه قوي هتعجبكم، جربوها. انا معايا ده كيلو وربع كده من السمك المكريل. بصوا انتوا طبعا السمك على حسب بقى ايه الكميه اللي انتوا عايزينها، مش شرط كميه معينه. انا معايا سمك مكريل اهوت، شلت الراس بتاعته ونضفته وفتحته من جوه. عايزه اقولك على معلومه، لو انت عايزه تجيبي السمك وتشيليه في الفريزر ما تنضفوش، هاتيه من عند الراجل شيليه في الفريزر وهو مقفول ما تنضفش، لان لو شلتيه وهو مفتح هيشرب ميه وتلج وهيبقى مفتل كده وطعمه مش حلو. فاي سمك عموما عايزه تحتفظي بيه في الفريزر يكون لسه ما تنضفش. خلاص، المعلومه دي عن تجربه. قبل ما تنضفيه يعني يكون لسه جايباه من عند راجل ومش هتعمليه مثلا النهارده، خلاص حطيه في الفريزر على طول، وقت ما تجيبيه طلعيه فك قبلها بيوم مثلا، وسيبيه يفك براحته وابدأي نضفيه بقى. كده انا برش عليه ملح علشان يبقى طعمه مملح، ما يبقاش عادم يعني دلع، ما يبقاش السمكية طعمها مش اللي هو ايه، ما فيهاش طعم. لا، سيبيه شوية كده. مثلا عم تحضري الخلطة بتاعتك سيبيه في الملح وبعد كده بتشطفيه تاني. خلاص، انا كده برش عليه ملح من بره ومن جوه ومن على الناحيتين. خلاص بملحه كده شوية. اي سمك بتعمليه اعمليه كده، بولتي مثلا، ماكريل، اي نوع سمك. هسيبه بقى كده مركون شوية لحد ما اجهز الخلطة بتاعتي. معايا هنا فلفل الوان، احمر، اصفر، اخضر. خلاص، لو حابة تحطيه، انا حاطة رومي وحاطة حامي بس هو مش حامي قوي. ومعايا طماطم ومعايا بصل ومعايا هنا حزمة كزبرة خضراء ومعلقة توم كبيرة. معلقة توم كبيرة. السمك اهم حاجة فيه التوم والكزبرة الناشفة والخضرة. كل بقى الحاجات ديت امسكهم بقى كده ايه، اقلبهم مع بعض. ولو انت عندك جزر ابشري جزر، انا بصراحة نسيت موضوع الجزر ده، ما كانش عندي. خلاص، فلو انت عندك جزر مبشور حطي، بيبقى حلو، او ابشريه على المبشرة. هنحط بقى كل المكونات بتاعتنا والخلطة بتاعتنا ديت كلها كده، نقلبها مع بعضها. نقلبها كده كويس مع بعضها ونفكك البصل كده من بعضه، ونجيب بقى ايه الكزبرة ننزل بيها. إيه الكمية ديت بالنسبة لي حلوة قوي، لو انت شايفاها كتيرة ممكن تقللي. هو من كل حاجة. وهنزل بقى بالثوم، معايا فلفلاية حمرا، فلفلاية صفرا. الفلفل الاخضر بقى حطي 2 3 كده. البصلاية برضو تكون كبيرة او 2 متوسطين. الحزمة الكزبرة حطيتها كلها. الطماطم 2 كبار. الكزبرة حطيت الحزمة كلها. لو انت حابة تقللي قللي، انا عندي ولادي بيحبوا التتبيلة دي اكتر من السمك نفسه. انا عندي بناتي اصلا ما بيحبوش السمك، بس لما بعمل سمك بالطريقة دي بيحبوه جدا. هعصر بقى الليمون ومع الثوم وكل المكونات دي كلها، احط بقى ايه حوالي ايه نص كوباية خل صغيرة كده. الخل مهم جدا والليمون والثوم مهم جدا في السمك. هنحط بقى ايه حوالي ربع كوباية زيت كده. هنقلب بقى كل ده كله مع بعض. نحط معلقة كزبرة، معلقة كمون كبيرة. الكمون مهم جدا. اهم حاجة الكمون. والكزبرة معلقة كبيرة، كزبرة معلقة كبيرة كمون. الفلفل الاسود هتبقى حاجة مش كتيرة كده، يعني معلقة صغيرة. هنعتمد اكتر على الكمون والكزبرة. خلاص، هنحط بقى الفلفل الاسود ده معلقة صغيرة. طبعا انا عندي الكمون عليه ملح والفلفل عليه ملح، فمش هحط ملح غير لما ادوق. خلاص، هدوق محتاج ملح هحط، مش محتاج خلاص. كده خلاص بحط شوية ملح صغيرين. هقلبه بقى كله كويس كده مع بعضه، خليه كله كده يخش في بعضه بالطريقة دي. اجيب بقى السمك بتاعي، في ناس ممكن تقطعه حتت السمكية دي مثلا على 3 وحدات. بصوا، بعصر التتبيلة بتاعتي جوه السمكة عشان تشرب من المية بتاعتها. هسيبه بقى، يعني انا هحطه كده في الحشوة بتاعتي في السمكية، وهسيبها بتاع نص ساعة كده تشرب من التتبيلة بتاعتي ومن الخل والليمون والثوم وكده. وهسيبها نص ساعة وبعد كده ابدأ ايه اشغل الفرن عليها. طبعا احطها في الفرن على طول، مش على النار. احط بقى على الوش كده ايه شوية زيت كده، على كل مثلا سمكية معلقة زيت، رش عشوائي كده عشان يحمر الوش معايا.
جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. كده خلاص، بعد ما دخلتها الفرن قعدت معايا حوالي ساعة الا ربع كده. ما ولعتش عليها الشواية، انا يا دوبك السمكة استوت حمرت الوش بقت جاهزة معايا. كده انا لسه مطلعاه. عايزه اقول لكم ان هو طعمه حلو جدا ودايب مستوي جدا. جربوا الطريقه دي حلوه قوي هتعجبكم، والسمك المكريل مفيد جدا. واكلوا ولادكم سمك كتير عشان المذاكره، عشان السمك مفيد جدا للذاكره. بيخليهم مخهم مستعد للمذاكره ونشيط. وكده الفيديو خلص معايا، اشوفكم في فيديو جديد.